تنقي باحساس تكون عارف شنو خاصك دير باش تسالي الخدمه ولا القرايه اللي تابعك ولا اي حاجه اخرى، ولكن كتاجل كتقول مازال عندي الوقت وكتبقى تعطي لراسك بزاف ديال الاعذار وما كديرش داكشي اللي خصو يدار. باش نعرفوا نحل هذا المشكل خصنا نجاوبوا على اول سؤال اللي هو علاش كنأجلوا. ملي كتكون عندك شي مهمه اللي كبيره سواء قرايه ولا خدمه ولا اي حاجه اخرى كتحس بالتوتر، المخ ديالك كيهرب باش ما يواجهش الضغط، كيبقى يقول خليها من بعد، يبقى يأجل حتى كيوصل الوقت اللي كتلقى راسك واحل وكلشي تراكم عليك. هادشي كامل كيطرا في واحد الدائره اللي ممكن نسميوها دائره التسويف. فاش كتكون تابعك اي حاجه جديده خاصك ديرها ولا خاصك تكملها، في الاول كيجيك الشك هادشي صعيب وطويل، من بعد كيجي القلق كتفكر في كل شيء الا انك تبدا، من بعد كيجي الخوف من الفشل وكترجع للشك عاوتاني وكتبقى تاجل وكتبقى تدور في ديك الدائره. نهار قبل الامتحان كتلقى راسك داخل خارج الكوزينه، كتولي تشرب اتاي بزاف واي حاجه كتبان حسن من القرايه، هكذا دماغك كيهرب من الضغط. كون هاني هادشي كامل اللي دوينا عليه عندي لك الدواء ديالو في 4 ديال الحلول. الحل رقم 1 يخدم دابا، يجلس بلا ما دير والو، حيد الملهيات والمشتتات كاملين، التليفون، السوشيال ميديا، حتى اتاي. داروا واحد التجربه، جابوا مجموعه من الاشخاص داروهم في واحد البيت اللي خاويه ما فيها حتى شي حاجه، وداروا معاهم بحال شكل واحد البوطونه الا بركتي فيها كيضربك الضوء حتى شويه، ومن بعد ساعات وهما في ديك البيت حسوا بالملل وبزاف منهم ناضوا كيضغطوا على داك الزر باش يضربوا من الضوء باش يحسوا بشي حاجه. يعني هذيك الصاعقه الكهربائيه احسن من الملل. المخ ديالنا كيكره الملل وغادي يختار الخدمه لراسو. الحل رقم 2 فرق المهام الكبيره لمهمات او خطوات صغار اللي يكونوا كياخذوا وقت اقل. كل خطوه او مهمه كملتيها كتدي معك احساس الانجاز، هادشي اللي كيموتيفيك وكيسهل عليك تكمل الباقي. الحل رقم 3 خدم مع صاحبك اللي يكون ملتزم اللي غادي يعاونك وتعاونوا وتموتيفيو بعضياتكم باش تكملوا داكشي اللي عليكم. ومن الاحسن يكون صديق واحد ولا جوج الماكس باش تكونوا متفقين ومركزين في اي حاجه كديروها. الحل رقم 4 رابعه قول لشي واحد كتعرفو من هنا 2 سوايع غادي نوريك فين وصلت. فاش دوز 2 ديال السوايع وريه بلا تبريرات، الا ما ساليتيش داكشي قول ليه ما قدرتش غادي نعاود نحاول، هكذا كتولي كتحس بتانيب الضمير ومسؤوليه اكثر. صيفط هذا الفيديو لصاحبك المعكاز قول ليه نوض تقرا، ولا بغيتي تشوف اكثر من هذا المحتوى خلي متابعه.